مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده اوريكم طريقه عمل كنتاكي. العلبه اللي انتوا شايفينها دي فيها بهارات الكنتاكي، فيها تتبيله الكنتاكي بسر كنتاكي ذات نفسه. تعالوا النهارده نشوف بنعمل الكنتاكي ازاي، وازاي يطلع مقرمش معانا وذهبي وجميل جدا جدا. مش بس كده، لو انتوا مش عايزين تقلوا الكنتاكي في البيت تعالوا نعمله من غير زيت. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. ما تنسوش بقى تكتبوا كومنتات حلوه تشجعني ان انا اكمل في وصفات كتير. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. وكمان هعمل لكم سلطه الكولسلو اللي هي بتتعامل مع الكنتاكي، عشان يبقى احنا كده في البيت عملنا كنتاكي كله من اوله لاخره. ما تنسوش بقى توصلوا القناه ل1,000,000 مشترك ان شاء الله، زي ما وصلتوها ل100,000 مشترك. ويلا نشوف عملنا احلى والذ كنتاكي بكل تفاصيله، حتى البطاطس بومفريت بتاعت الكنتاكي برضه هنعملها. اول حاجه هنعملها زي ما انتم شايفين، انا جبت الفرخه. اجيب الفرخه وابتدي ان انا اقسمها. طبعا تقسيمه الفرخه معروفه، هنقسمها 8 وهنشيل بقى الظهر من ورا او سلسله الظهر من ورا دي خلاص. وكمان الجناحات، اطراف الجناحات دي بقى هنشيلها برضو. وبعد كده نبتدي نجيب الفرخه. اول حاجه هنعملها هنبتدي ان احنا نحط التتبيله بتاعتنا دي، اللي هي عباره عن ايه؟ عبارة عن معلقة من هريسة الشطة، معلقة سكر، معلقة ملح، وعندي هنا شطة وبابريكا معلقة صغيرة، وملح وفلفل، وكمان توم باودر وبصل باودر وعصرة ليمون. وما ننساش معلقة صغيرة من العسل الاسود. تمام. هريسة الشطة دي بتقوم بالواجب، يعني بتظبط معانا الكنتاكي على الاخر. وبعد كده نديهم تقليبة حلوة جامدة كده، ونسيبهم لمدة قد ايه؟ مش اقل خالص من 3 ساعات. بعد 3 ساعات بتلاحظوا بقى ان التتبيلة او الكنتاكي تشرب التتبيله بتاعته. نبتدي ان احنا نجيب حله زي ما انتم شايفين، وما تستغربوش لان احنا مش هنسلق الكنتاكي بس، هنسويه تقريبا كده نقول 30 او 40%، عشان لما يدخل التسويه النهائيه ما نلاقيش فيه حبيبات الدم اللي بنلاقيها لما نيجي ناخد الكنتاكي اللي هو ايه، مسلوق، اللي هو متحمر قوي على الاخر. هنبتدي ان احنا نرص قطع الفراخ بالشكل ده جوه الحله، ونسيبها لمده 10 دقائق تستوي كده على بخار الميه. وبنحط معاها ورق لورا وشويه حبهان، ومش بنحط اي حاجه في الميه خالص. بعد 10 دقائق بشيل المصفى بالشكل ده، وابتدي ان انا اظبط التتبيله اللي انا هقول لكم عليها. شايفين الطبق الجميل ده عبارة عن ايه؟ توم باودر وبصل باودر، عندي بابريكا وشطة، ملح وفلفل، وشوية كمون مطحون، وشوية كزبرة مطحونة. تمام. ومعلقة سكر. نحط عليهم معلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت ونص ليمونة. تمام. ونقلب الكلام الجامد اللي انتوا شايفينه ده تقليبة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. ليه بقى؟ عشان دي بقى يا جماعة السر بقى بتاعتك كنتاكي. امال اللي احنا تبلناه في الاول ده ايه؟ تبلناه في الاول ده التتبيله بتاعت الفراخ العاديه، لكن الكنتاكي له بهارات معينه. انا بعمل البهارات دي بحطهم في علبه، وبعد كده باخد منهم بالمعلقه، يعني بعمل منهم كميات متساويه وبحطهم في المعلقه. ما تنسوش تحطوا معلقه سكر على التتبيله اللي احنا عملناها دي، ومعلقه كبيره او معلقه صغيره سوري بس تكون مليانه من السكر. ونبتدي ان احنا ناخد قطع الفراخ اللي احنا سويناها نص 10 دقايق على البخار، ونحطها في كيس زي ما انتوا شايفين، ونصب عليها التتبيله اللي احنا عملناها بالشكل ده. تمام. وبعد كده نبتدي ان احنا نظبطهم، يعني نظبطهم زي نقلبهم كده حلو قوي في التتبيله زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نبتدي ان احنا نقفل الكيس ده ليه مصيرين. المصير الاولاني ان هو يكمل معانا الوصفه، والمصير الثاني ان هو يتحط جوه الفريزر، ولما نعوز نعمل كنتاكي يا دوب نطلع الكيس ونفكه ونبتدي نجرب الكنتاكي. يعني ممكن يفضل بالتتبيله، بالعكس كل ما هيقعد هيبقى تحفه، بس طبعا في الفريزر مش في الثلاجه. هنبتدي نجيب الكيس ونحط فيه بقى التوابل بالشكل ده، نفضيها من الكيس ونحطها في طبق. وبعد كده نبتدي ان احنا نحط ايه، ربع كوبايه من الميه، ونحط معلقه نشا ومعلقه دقيق في باقي التتبيله. نحط معلقه نشا ومعلقه دقيق. ايه ده؟ يعني مفيش بيض، مفيش لبن، مفيش شرايب، مفيش كلام ده خالص. احنا هنعمل الكنتاكي من غير اي حاجه. ونجيب هنا كيس برضو نحط فيه دقيق. ما بحبش احط بقى طباق كتير ومواعين كتير في المطبخ، بشتغل في الكيس اسهل واوفر لينا بكتير. ببتدي ان انا اجيب الكيس واحط فيه الفرخه، وبعد كده ابدا ان انا ادخلها للمحلول ده، وبعدين ارجعها للدقيق مره تانية. الدقيق ده محطوط عليه ايه يعني، او مقاديره ايه؟ ده عباره عن كوبايه دقيق عليها معلقتين كبار كوبايه دي عليها معلقتين كبار من النشا.
بعد ما نخلص كل الكميه اللي احنا عملناها دي في الفراخ بالشكل ده، مهم جدا او الاهم ان احنا ندخلها الفريزر قبل ما نبتدي ان احنا نقليها، عشان يا جماعه لو اتقلت على طول ما بتبقاش نتيجتها احلى او افضل من ان احنا نقليها في نحطها في الفريزر. انا سبتها في الفريزر ساعه وبعد كده جهزت الزيت وبعد كده حطيتها في الزيت بالشكل ده وقليتها. بتاخد تقريبا في القلي مده 10 دقائق مثلا لكل 5 أو 6 قطع، وطبعا الزيت بيكون عميق وبنحطها لمده 10 دقائق. طيب لو احنا مش هنقليها في الزيت بنرصها في شبكه ونحطها في الفرن او في الاير فراير بتطلع زي الفل. معروف جدا مع الكنتاكي ان احنا لازم نعمل البطاطس بقى المقرمشه الحلوه. هنعملها ازاي؟ هنجيب البطاطس، بس اختاروا بطاطس القليه، هتقشروها بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هتبتدوا ان انتوا تقطعوا البطاطس التقطيع اللي انتوا بتشوفوها بره. حاجه بسيطه جدا جدا، ما تكونش تخينه قوي ما تكونش رفيعه قوي، مهم جدا الموضوع ده. بعد كده تقطعوها سلايس بالشكل ده، ويكون جنبكم طبق كده غويط عشان تبداوا ان انتوا تكملوا فيه الوصفه بتاعتنا. ده تقريبا السمك المظبوط للبطاطس. بعد ما قطعت البطاطس بالشكل ده هحطها في البوله بالشكل ده وابتدي ان انا احط عليها ميه. مهم جدا ان الميه لا تكون ساقعه ولا تكون سخنه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، تمام. وبعد كده نديهم تقليبه خفيفه عشان ننزل النشا من البطاطس، عشان البطاطس تبتدي تظبط معانا. احط معلقه صغيره من السكر ومعلقه من الملح وعصره ليمونه، بس كده بس كده، واسيبهم كده لمده 10 دقائق. وبعد ال10 دقائق بصفي البطاطس خالص من الميه، وبعد ما بصفيها من الميه بحط عليها معلقه بيكنج باودر واقلبها كويس قوي قوي، وبعد كده ابتدي اقليها. ده بقى السر اللي بيخلي البطاطس مقرمشه وذهبيه وطعمها حلو جدا جدا. مهم جدا تعملوا الخطوات دي عشان تطلع معاكم احلى والذ بطاطس. بعد كده تقلوها وبتبقى جميله جدا جدا. معلقه مايونيز بالشكل ده، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه فلفل صغيرين، ونقطتين كده من عسل النحل لو متوفر، معلقه خل وعصره ليمونه. نقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ننزل عليهم عندي هنا كرومبا او كابوتشا صغيره ونقطعها صغير بالشكل ده، يعني حاجات خفيفه قوي. وبعد كده نقطع معاها جزر، يعني نص الكابوتشا بتاخد جزرايه ونص بطاطسايه صغيرين، نص بصلايه صغيرين، ونقلبهم كلهم في بعض وننزل عليهم اللي احنا عملناه المايونيز بالتوابل دي، وكده يبقى عندي سلطه الكول سلو. يبقى كده احنا عملنا كول سلو وكنتاكي وبطاطس. اتمنى الوصفه تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسوش بقى شير كتير جدا جدا عشان كل الناس تشوف الفيديو. كنت معاكم شيف نرمين الماجد. ما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى شير كتير 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 قوي 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 عشان كل الناس تشوف الوصفه. بالف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.